انت اكيد برضو متابع اخبار حذف محتوى على التيك توك واخبار قبض على تيك توكرز كتير وما شابه ذلك. وبغض النظر عن اتفاقك او اختلافك في الموضوع ككل، او ان الدولة المفروض ما تتدخلش بالشكل ده، او الموضوع اكبر من تيك توكرز وكل الكلام ده، خليني اقولك بتجرد تام إيه المحتوى اللي لو نزلته على تيك توك تلقائيا هيتشال في خلال 24 ساعة، او لما بتوع التيك توك يجيبوا الجردل والشرشوبة ويبتدوا يلفوا على الاكونتات ويمسحوا الكونتنت اللي ما بيتبعش المعايير بتاعتهم. اول حاجه العنف والتطرف، اي محتوى فيه نوع من انواع العنف او تطرف ما بين طوائف او حاجات شبه كده. تاني حاجه التنمر والتحرش، اي محتوى جايب حد بتتريق عليه، على شكله، على لبسه ايا كان، او فيه نوع من انواع التحرش، ده برضو من المحتوى اللي بيتحذف. تلاتة المحتوى الفاحش والعري، أي حاجة بيتم فيها عري أكتر من الستاندرد يبتدي المحتوى ده يتحذف تلقائيا. رابع حاجة الأخبار المضللة والكاذبة، لو بتطلع تراك لإشاعات أو بتقول أخبار ملهاش أساس من الصحة بتروع بيها المواطنين زي زلازل أو براكين أو حاجات شبه كده، ده برضه محتوى بيتحذف. وطبعا المحتوى اللي بيبقى عليه كوبي رايت، يعني لما تستخدم جزء من مسلسل أو تستخدم مزيكا عليها كوبي رايت لأي شركة، برضو المحتوى ده بيتحذف. واكيد اي محتوى بتطلع تروج لاي حاجه غير قانونيه، بتبيع بقى مخدرات، بتروج لنشاطات مشبوهه، برضو المحتوى ده بيتحذف. فابعد عن المحتوى ده تماما لو مش عايز يتقبض عليك او الفيديوهات بتاعتك تتمسح.